بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي اعمل تشيك بوكس في الاكسل. يعني مثلا لو انا عندي مثال بسيط زي كده، اسم موظف، وعايز اكتب أو اقول ان مثلا اعمل شيت للحضور والانصراف، واعرف مين او عدد اللي حضروا، او عدد الغائبين. فباجي هنا وبعمل insert تشيك بوكس من خلال قائمة ديفيلوبر. واحنا قلنا قائمة ديفيلوبر بتيجي من، لو مش موجودة عندك بتعمل كاستمايز ذا ريبون، وبتجيبها من all comments، وبتروح هنا كده بتشوف لو ديفيلوبر لو مش متعلم عليها صح بتعلم عليها صح، وبتدوس اوكي وبتظهر لك تمام. فانا هنا عايز اعمل insert تشيك بوكس، العلامة الصح دي، بلاقي علامة الزائد دي معمولة هنا كده، واروح جاي عاملها هنا، واروح جاي عامل كده، و اروح عامل edit text، وهمسح الشيك بوكس دي، واروح جاي واروح عامل select ليهم كلهم. طيب انا لو جيت عملت علامة الصح كده، او شلتها كده مش ظاهر حاجة، فلازم اعمل لينك بين التشيك بوكس دي والخلية اللي موجودة. فهعمل كليك يمين، وادوس فورمات كنترول، واقول له والله اربط لي الخلية دي بالخلية اللي هي سي 4، وهعمل نفس الكلام بالباقي الخلايا كده. لو جيت هنا عملت هنا مثلا علامة صح كده، فلاقيه كتب لي ترو مثلا، تمام. لو شلت هيعمل لي فولس، لو شلتها كده هيعمل لي فولس. طيب انا عايز اكتب هنا مثلا ترو، وعايز اعمل اجمع عدد اللي حضروا النهارده. فبستخدم معادلة يساوي كاونت اف، وبفتح قوس، وبقول له الخلايا دي كلها، وفاصلة، وبكتب ترو، وبقفل القوس، بقول له انتر. قال لي 4 اللي هما اللي انا متعلم عليهم. لو دوست كده الاقيها بقت 3، لو دوست كده مثلا بقوا 5 6 7 مثلا. طيب دي طريقة ان انا ازاي اعمل مربع تشيك بوكس. بس المشكلة في الطريقة دي ان انت لو عندك
عدد كبير من الموظفين، فانت محتاج تعمل لكل واحدة تربط الخلية بتاعتها. ممكن تتعمل بس من خلال الكود، او ممكن نعملها بطريقة تانية بس من على جوجل شيت. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لو دخلت على جوجل شيت دلوقتي، وجيت هنا مثلا على الخلية ديت وعملت ادراج مربع الاختيار، وعملت سيلكت كده، لو جيت هنا كده وعملت يساوي كاونت اف، وافتح القوس بتاعي واقول له اختار كده، واعمل نقطة واكتب ترو، واقفل القوس، الاقيه مديني صفر. لو جيت علمت هنا كده، بعلم 1 2 3 4. لو جيت هنا برضو عملت يساوي كاونت اف، وافتح القوس واعلم هنا كده واقول له فولس، واقفل القوس، وراح عامل مديني 8. لو جيت هنا عملت كده بقت دي 5 ودي 7. لو جيت هنا عملت بقت دي 6 ودي 6. لو جيت شلت دي كده بقت 5 و7. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي بنعمل التشيك بوكس في شيت الاكسل اللي هو اللي احنا استخدمناه. بناخد انسيرت من قائمة ديفيلوبر، وبنربط البوكس او الشيك بوكس بتاعنا بالخلية اللي موجودة، وبنعمل المعادلة بتاعتنا باستخدام كاونت اف. بس مشكلة الطريقة ديت ان هي بتاخد او لو عندك عدد كبير من الموظفين او عدد كبير من الداتا، هتحتاج ان انت تربط كل خلية لوحديها، او تستخدم في بي اي، تستخدم كود، او تستخدم من خلال جوجل شيت. جوجل شيت هتلخص لك الموضوع بسرعة. هتعمل انسيرت من ادراج، وهتختار مربع اختيار، وهتستخدم برضو المعادلة بتاعت كاونت اف. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون موضوع الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.